هل قابلت قبل كده حد تحس إنه بيحبك أوي النهاردة وبكرة بيكرهك من غير سبب واضح؟ حد مشاعره دايماً متقلبة، فرحان أوي وبعدين فجأة ينهار؟ الشخص ده ممكن يكون بيعاني من حاجة اسمها اضطراب الشخصية الحدية. الشخصية الحدية مش معناها إن الشخص مجنون أو خطير، لكن معناها إنه بيعاني من صعوبة في تنظيم مشاعره، وده بيخليه يعيش دايماً بين القطبين، يا فوق أوي يا تحت أوي، مفيش منطقة وسط. الناس دي بتخاف جدا من فكرة الترك أو الهجر، حتى لو مفيش نية حقيقية إنك تسيبهم، وده يخليهم يعملوا تصرفات غريبة أحيانا عشان يضمنوا وجودك في حياتهم. ممكن مثلا يبالغوا في حبك أو يهتموا بيك جدا، وبعدها بيوم واحد يبعدوا عنك أو يهاجموك كأنك أذيتهم. وده بيحصل مش لأنهم متقلبين لمجرد التقلب، لكن لأنهم جواهم صراع رهيب بين الخوف من الفقد والرغبة في الأمان. الشخصية الحدية بتحس بمشاعرها بشكل مضخم جدا. الفرح عندهم بيكون قوي، والحزن بيبقى عميق جدا، والغضب ممكن يوصل لانفجار من غير ما يقدروا يسيطروا عليه. وده بيخلي حياتهم مليانة دراما ومشاكل، حتى لو هم مش قاصدين كده. كمان عندهم صورة مش ثابتة عن نفسهم، يوم بيحس إنه واثق ومميز، واليوم اللي بعده ممكن يكره نفسه ويحس إنه بلا قيمة. وبيواجهوا دايما إحساس بالفراغ الداخلي، كأن مفيش حاجة بتملأهم فعلا. اللي حواليهم بيتعبوا لأن التعامل معاهم محتاج صبر وفهم كبير. لكن لازم نفتكر إن الشخص الحدي مش بيختار يكون كده، دي حالة نفسية حقيقية ناتجة عن تجارب صعبة، زي الإهمال في الطفولة أو الصدمات العاطفية. العلاج موجود فعلا، خصوصا بالعلاج السلوكي الجدلي المعروف باسم DBT ثيرابي، اللي بيساعدهم يتعلموا يتحكموا في مشاعرهم ويتعاملوا مع الناس بشكل صحي أكتر. وفي النهاية، لو بتتعامل مع شخص بالشكل ده، حاول ما تحكمش عليه، لأن اللي جواه أصعب بكتير من اللي باين. ولو حاسس إنك أنت نفسك عندك الصفات دي، اعرف إن في أمل، وإن العلاج النفسي ممكن يغير حياتك حرفياً.